السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ حلقة جديدة على قناتكم حمزة وحمص، هنتكلم فيها عن حاجات كتير النهاردة. في البداية قبل ما نبدأ الحلقة، لو مش مشترك في القناة اعمل اشتراك في القناة واكتب لي كومنت واعمل لايك. ولو عرفت تعمل القناة سندوتشات للعيال وهي رايحة المدرسة الصبح يبقى كتر خيرك، تعبيها في ازايز وتوزعها صدقة برضه يبقى كتر خيرك. المهم عايزين القناة تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. تمام. في البداية قبل أي حاجة عايزين ندعي لإخواتنا، ما تنسوهمش، تكلموا عليهم. يا رب انصرهم، يا رب قويهم، ويا رب نعيش ونشوفهم منتصرين إن شاء الله. طيب، الحلقة النهاردة فيها أكتر من حاجة، بس أوعدك اللي هتسمعه النهاردة في الحلقة دي مش هتشوفه في حتة تاني ومش هتسمعه في مكان تاني، فكمل معايا الحلقة للآخر. ولو عجبك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لي لايك وتكتب لي كومنت وتقول لي رأيك. تمام. في البداية كده أنا عندي تعليقين من ناس أصحابي وحبايبي والناس بتدعمني. يعني صاحبي إبراهيم كان قال لي أنت المحتوى كويس وكل حاجة، بس عايزك تبقى يعني كوميدي أكتر من كده شوية. فأحب أقول له يا عم إبراهيم، أنا بتكلم عن الكورة في مصر، أنا مش في مسرح مصر، أنا مش علي ربيع. وبعدين أديك شايف مستوى الكورة اللي عندنا ده، لا فيها كوميديا ولا فيها أي حاجة، يعني ده فيها سجن. اللي احنا بنشوفه، العك اللي احنا بنشوفه ده ما ينفعش معاه كوميديا خالص. ده كويس ان الواحد بيطلع يتكلم عن الماتشات بعد الكوره، بعد الماتشات بنطلع نتكلم في الكوره يعني. وتاني حاجه، خالي حبيبي طبعا كان عايز، انا راجل محامي وراجل ماجستير في القانون، فكان عايزني اعرف نفسي في القناه ان انا راجل محامي وماجستير في القانون، واتكلم ان انا سياده المستشار. فقلت له يعني بلاش، انا لو سميت نفسي سياده المستشار، المستشار الحقيقي هيجي يجيبني بلبوص، فخلينا ماشيين جنب الحيط. تمام. تمام. ماشي يا حبايبي. النهارده هنتكلم فني عن ماتش الزمالك والمصري في الكونفدراليه. الماتش كان امبارح، معلش اخرت عليكم في الفيديو لان انا كان دمي محروق بعد الماتش وما كانش لي نفسي اعمل فيديوهات بصراحه بعد اللي شفته من الجمهور المصري. وعملت فيديو شورت كده نزلته على اليوتيوب والتيك توك برضه عندي لو حابين تشوفوه. فمش هتكلم في القصه دي تاني خلاص. وعندي 3 موضوعات مهمه. اولا فني، هتكلم فني عن الماتش. ثانيا عايز اتكلم عن لعيبه في نادي الزمالك، زيزو ومصطفى شلبي. وطبعا عايز اتكلم عن حبيبي السير ابو المعاطي زكي، ملك الانفرادات والحصريات. تمام. ماشي. في البدايه كده الماتش بامانه، علي ماهر مدرب كويس، وانا قلت عنه كذا مره واكتر من مره ان هو مدرب كويس وشاطر وبيذاكر الفرقه اللي قدامه، وقلت عليه كده في ماتش الاهلي برضه. علي ماهر احسن مدرب في مصر بيعمل ضغط عالي، هو وايمن الرمادي بتاع سيراميكا كليوباترا. بصراحه مدرب بيعرف يعمل ضغط عالي كويس وبيقرا الماتش وليه فنيات. يعني انا اقول لكم على تركايه كان علي ماهر بيعملها في الماتش، في وسط الكلام كده هتعرفوا ان الراجل ده كان بيذاكر الزمالك كويس. اولا الزمالك كده هو في تطوير كبير، الحق يقال ان جروس طور حته الخروج بالكوره. الزمالك ما كانش كده، يعني الزمالك ما كانش كده. اللي شفته امبارح ان هو مصر على موضوع الخروج بالكوره صح، من حسام عبد المجيد للونش، يرجع لعواد، يطلع الباك اليمين، يلعب لعمر جابر، يدوروا الكوره، بينزل لهم شحاته بيستلم منهم، بينزل عبد الله السعيد بيلعب الفرقه كوره، بينزل من نص الملعب يلعب الفرقه كوره من تحت ويستلم ويطلع بالهجمه. فكان عندهم اصرار ان هم يطلعوا بالكوره. طبعا علي ماهر عارف ان احسن خط في الزمالك هو خط النص، كل لعيبه كوره بيمسكوا الكوره. ودلوقتي الزمالك بيلعب على الاستحواذ والخروج من تحت بالكوره مظبوط. فعمل لهم تركايه بلعيب اسمه كريم العراقي الباك اليمين. هو كده كده فقد الامل في موضوع مصطفى شلبي ده، هو اصلا مش معتبر ان مصطفى شلبي موجود في الملعب. فكان بيخلي الباك اليمين يسيب مصطفى شلبي والكوره مع الزمالك، وبيخش بيبقى رابع مع لعيبه المصري في نص الملعب عشان يعمل زياده عدديه على لعيبه الزمالك. وهو ده اللي خلى الكفه طول الماتش يعني ماشيه متوازنه بين الفريقين. فكان ماتش تكتيكي جامد، وكان ماتش تكتيكي كويس. ما كانش فيه كوره بس كان فيه شغل مدربين، بصراحه كان فيه شغل مدربين كويس. وعجبتني التركايه برضو بتاعت علي ماهر،
ان هو ما عندوش اجنحه. الجناحين اللي عنده احسن اتنين لعيبه عنده بيلعب من غيرهم، اللي هو دغموم الجناح الشمال وميدو جابر الجناح اليمين. فوظف فخر الدين بن يوسف في الحته دي، يعني كان بيخليه هو اللي ينزل شويه جناح شمال وشويه جناح يمين، يعني ملعبه حر تحت صالح محسن راس الحربه. فمدرب بصراحه يعني على قد الامكانيات اللي موجوده عنده واللعيبه المتاحه بيعمل احسن حاجه. فتحيه لكابتن علي ماهر. ده بالنسبه للفني في الماتش. طيب عايزين بقى نتكلم عن مصطفى شلبي. يا جماعة مصطفى شلبي ده أكتر لعيب محظوظ في كوكب الأرض. أولا هو لعيب مفتقد أساسيات الكورة، أبيض أبيض على الأبيض. بيلعب في نادي كبير، نادي الزمالك، بياخد ملايين، وتقريبا أسرع واحد في الطريق للجنة. ليه؟ لأن بافتراض إن مصر فيها 100 مليون بيتفرجوا على كورة، ايا ما كانت النسبه، 70 اهلي 30 زمالك، 50 50 40 60، ايا ما كانت النسبه، فجمهور الزمالك بيقعد يشتم فيه كل ماتش، ده بياخد كميه حسنات بياخدها من جماهير الزمالك اللي بتشتمه، وجماهير الاهلي بتقعد تتريق عليه كل ماتش فبرضه بياخد حسنات. يعني بالحسبه كده حوالي 100 مليون حسنه كل ماتش. هو بيلعب ماتشين في الاسبوع، الزمالك بيلعب ماتشين في الاسبوع، فحوالي 200 مليون حسنه في الاسبوع مصطفى شلبي بياخدهم. انا لو عشت عمري كله في مكه بوزع ميه على الحجاج مش هعمل نصهم، فهو بيعملهم في اسبوع واحد بيعمل 200 مليون حسنه، فربنا يبارك لك. بس بعيدا عن كده، بعيدا عن الهزار، يا مصطفى يا شلبي لو شفت الفيديو ده او لو وصل لك يا حبيبي، انت عندك مشكله، انت تقريبا ملبوس. يعني انت تقريبا انت ملبوس في حاجه مش طبيعيه. يعني انا شايف ان في حاجه مش طبيعيه فيك من ساعه المشكله اللي عملتها هنا في الامارات بتاعت فرد الامن او مدير الامن بتاع الاستاد ماتش السوبر هنا. انا شفت الفيديو بتاع الواقعة كلها، انا ما شفتش ولا حد من اللي عاملين المشكلة جوه المشكلة. انت بس انت جاي من الملعب بتجري وما انت مش عارف في ايه ومش عارف ايه المشكلة، ورحت جاري وناطط ونازل على دماغ الراجل ببلحة، اتكلبشت ورحت السجن وقعدت لك شوية حلوين، حلقوا لك شعرك ودخلوك السجن شوية حلوين. فمن الفترة دي انا بدأت اركز معاك، انت اللي بتعمله ده مش طبيعي، ده شغل عفاريت، انت في حاجة انت مش طبيعي. تمام. انت بتاخد الكوره وبتطلع بيها بره الملعب وبتكمل، انت فاقد الاحساس بالمكان وبالزمان، انت مش عارف انت فين. يعني انت اصلا انت مش عارف انت فين جوه الملعب. عمر جابر امبارح بيبص له الكوره، وعبد الله السعيد بيبص له الكوره، اسف فتوح بيبص له الكوره امبارح. انت بصيتها لحد في الاول، انا متاكد ان انت باصص لحد بره وبتبص له الكوره، انت مش عارف انت في ناس شايفهم في الملعب احنا مش شايفينهم. فيا ابني روح للشيخ شوف انت عندك ايه، وربنا يفك ضيقتك ويشفيك يا رب. تمام. بالنسبه بقى لزيزو، انا راجل اهلاوي، انتوا عارفين ان انا راجل اهلاوي، فاي كلام هقوله عن زيزو انا كلامي مجروح. بس انا اسالك انت، انت كزملكاوي، بلاش الاهلاويه وبلاش انا بلاش اي حد، اسالكوا انتوا كزملكاويه، ايه اللي عمله زيزو الماتش امبارح؟ صفر. صفر تسديده، صفر عرضيه، صفر مراوغه، صفر استخلاص كوره، صفر التحامات، زيرو. ما كانش موجود، شبح. انت كزملكاوي برضو انت اللي رد، انا مش هقول لك انا ولا تسال صاحبك الاهلاوي، انت قول لي اخر ماتش تفتكره كان فيه زيزو مؤثر، او كان سبب انه يكسبكوا الماتش، او كان سبب في تغيير الماتش لصالح الزمالك. امتى؟ انت ممكن تتعب، انت ممكن دقنك تطول وانت بتفتكر امتى، لانك مش هتفتكر امتى اخر تقريبا الجون بتاع المصري اللي جابه في ماتش المصري. غير كده لو رجعت سنه لورا مش هتلاقي ماتش مؤثر واحد لزيزو، وزيزو عايز 100 مليون عشان يجدد.
بس العيب مش عليه بصراحه، العيب على مجلس الاداره والعيب على الزملكاويه، ومنهم الواد اللي انا كنت عامل له فيديو اللي قال لك احنا هنلم من جيبنا وندفع له ونوديه عشان ندي فلوس لزيزو من مرتبنا عشان يجدد. تمام. هي الناس دي اللي بتخلي زيزو يعمل كده. الراجل يعني هيلاقي دلع ما يتدلعش، هيلاقي دلع وهيتدلع طبعا. ده اللي يلاقي دلع ما يتدلعش ربنا يحاسبه. تمام. فانت عارف يا زيزو، انت ال 100 مليون اللي انت عايزهم دول في الزمالك دول معناهم ايه؟ ان معلش بقى عبد الله السعيد وشيكابالا ودونجا وفتوح، الناس دي تركن بره وتقعد وتسيبك انت تنزل تحل. انزل بقى حل بقى، انت راجل بتاخد 100 مليون، انت راجل اللي بتخلص لنا كل حاجه. فانا مش شايف انت، يعني انا مش شايفك مؤثر بصراحه. وبرضه اديني بقول تاني اهو، عشان ناس كتير اهلاويه واصحابي بيتكلموني في الموضوع ده، انا واحد من الناس. انا مش عايز زيزو يجي الاهلي، والله لو يجي ببلاش. انا شايف ان انا عندي احسن منه، وفي لعبه في الدوري المصري اجنحه تانية، اجنحه يمين واجنحه شمال احسن منه. والله انا شايف لعبتي انا في الاهلي احسن منه، اعلى منه كواليتي وجوده. ايوه زيزو لعب سنه او سنتين كان مكسر فيهم الدنيا ايام امام عاشور وكان ظاهر وكان، بس خلاص كل وقت وليه اذان زي ما بيقولوا. فما فيش يعني، انا مش شايف زيزو اللعيب المؤثر او اللعيب تقيل اللي هجيبه الاهلي عشان يغير لي ولا يضيف لي، لا، اللي انا عندي احسن منه. فانا بقول للزملكاويه يعني اصحوا، وبقول لمجلس الاداره برضو بتاع الزمالك بص للاهلي بيعمل ايه. انا الاهلي، انا احسن حاجه بتعجبني في الاهلي ماليش عزيز. الشناوي اللي كان في حته تانية السنه اللي فاتت، الشناوي اللي بدون مبالغه سنتين ورا بعض هو السبب ان احنا ناخد افريقيا بعد ربنا طبعا. مجرد ما مستواه قل وهيتعوج علينا وهيتعوج على الفرقه، الجمهور شتم والاداره عايزه تمشيه وخلاص. تجدد ما تجددش توكل على الله، الباب بيفوت جمل. هو ده الفرق. لكن انا لعيب على حس موسم عمله من سنتين هيفضل يساومني ويبتزني كل سنه عايز 100 مليون، وكل سنه عايز اجدد عقدي، وكل سنه عايز زياده، وكل سنه عايز تعديل عقد. انا ما شفتش كده بصراحه. يعني انا ما شفتش كده بصراحه. يعني انتوا كزملكاويه، زيزو ولا بن شرقي كجناح، او زيزو او اي جناح كان في الزمالك قبل كده، هو لعب موسم او موسمين، ده كل تاريخه مع الزمالك، ومن ساعتها مفيش تأثير تاني. كل اللي بيفكر فيه اخد كام في السنة، اخد كام في السنة. عايز ابقى اعلى لعيب في مصر، اعلى لعيب في الزمالك، اعلى لعيب في كوكب الارض. ده بالنسبة لزيزو. فانا عايز الزملكاويه يقولوا لي رايهم في الكومنتات، ان كان زيزو عنده حق ياخد المبلغ ده ولا ما يستاهلش. حاجة كمان برضه من الحاجات اللي يعني انا مش هخبي عليكم، انا كنت بعمل دايت، انا بقالي حوالي 4 ساعات مبتدي رجيم. ماشي. قالوا لي السبب الرئيسي ان الخسسان بيبقى بطيء هرمون الكورتيزول. انا سالت حبايبي ده كان الدكتور هادي والدكتوره ريم، قالوا لي ان الكورتيزول الهرمون اللي هو هرمون التوتر هو اللي بيأخر نزول الوزن. طلع هرمون الكورتيزول ده بيعلى عندي من ايه؟ من الصحافه في مصر ومن الاعلام الرياضي في مصر. طبعا انا امبارح بالصدفه بتفرج على فيديوهات، لقيت مين في وشي؟ السير ابو المعاطي زكي، ملك الانفرادات. فقعد بتفرج على فيديو طويل عنده، انا مش فاهم حاجه منه. انا كل اللي فاهمه اللي هو ايه، بالصلاه على الزين اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، هو ده اللي انا فاهمه منه. لكن في وسط الكلام انا مش فاهم هو عايز ايه او بيقول ايه. وبعدين بيحكي مواقف كده، انا بحس ان هو كان قاعد مع الخطيب في اوضه النوم، قاعد معاه في مكتبه، قاعد معاه في الجاكيته بتاعته. انت بتعرف الكلام ده منين؟ انت بتعرف الكلام ده منين؟ وطريقته في الكلام، يعني انا بسمع له مثلا قال ايه، اسمع بقى بالصلاة على الزين، الشناوي امبارح قال لمحمد رمضان كذا، وانا هشترط ان انا 80% من المباريات هشترك فيها عشان اجدد عقدي. وهذا ما اشعل غضب الخطيب، اشعل وقال ادى قرار ان يرحل. انت كنت قاعد معاهم، انت عرفت الكلام ده منين؟ الشناوي كان بيقول لمحمود الخطيب، مين قال لك انت الكلام ده عشان تطلع تقوله لنا؟ يعني هو ما كانش حد معاهم تاني في القعده، انت عرفت الكلام ده منين؟ هي ده عينة الاعلام الرياضي عندنا في مصر. والحاجه برضو اللي بتخليني بتعصب وفعلا مش لاقي لها حل، انا مش عايز اشوف حد تاني يطلع يكلمنا عن صفقات في النادي الاهلي. مش عايز اشوف حد يطلع يقول لي صفقه تقترب.
الاهلي خلص بنسبه 99%. يا جماعه انا بكره الكلمه دي. محدش يطلع يقول لي الاهلي خلص في لعيب بنسبه 99%. اطلع قول لي ال1% اللي ناقص ايه. ما تسيبنيش كده بقى على نار ومش عارف انام، والكورتيزول بيعلى والخسسان بيقل وانا تعبت. يعني انا تعبت بصراحه. انا نفسي اعرف ال1% اللي بيبوظ كل صفقه هو ايه ال1% ده، او ايه السبب فيه. ومفيش صفقه بتقولي لي 99% وبتتم. دايما ال 99 هي اللي بتطير وال1% هو اللي بيحصل ان الصفقه تفشل. من بين رمضان والواد البرازيلي الاخير ده، نسيت اسمه ايه، واللاعب الكولومبي وسوسا الارجنتيني 99 دايما بتفشل، ومحمد كانوتيه وال1% هو اللي بيصيب ان الصفقه تبوظ. فمعلش بالله عليكم ما حدش يطلع يقول لي تاني ايه 99% دي تاني عشان انا بتشل. انا مش داخل طب تقول لي 99%. انا عايز صفقه. انا بصحى بلاقي الزمالك جاب لعيب عمري ما سمعت عنه ولا سمعت اسمه. انا صحيت لقيت الزمالك جايب 2 محترفين، بنتايك ومشلاك. انا ما سمعتش ان في مفاوضات اصلا. انا نمت صحيت لقيت الزمالك في 2 لاعيبه جداد. فانا عايز الكلام ده يحصل في الاهلي. انا مش عايز كل يوم قبل ما اجي انام اقعد اقرا 15 لعيب 99%، الصبح الاقي ال1% هو اللي نجح وال99 ما دخلنيش حتى تجاره. ماشي. بس هي دي كانت حلقتنا. لو عجبكم الحلقه ان شاء الله اعملوا لايك واكتبوا لي في الكومنتات رايكم في الحلقه، وما تنسوش تشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.